من بلادي حكاية. ومن تراثنا تبتدي الحكاية، حكايتنا. بصوا حرف الإيه المطرز ده مين؟ حكايته إيه؟ الحكاية دي أمل خريجة إعلام، وعلياء نفس القصة من إعلام. اهتموا بالمرأة المصرية وسيدات مصر، فعملوا أماليا علشان يصنعوا البهجة للناس، سيدات مصر وللناس اللي حابة تشتري منتجات مصر. بدأوا بالخيوط، اختاروا أفضلها، اخترنا القماش والطرات والإبر، وابتدينا نرسم رسومات بتعبر عن مصر وجمال منتجات مصر، وننسجها ونعمل الخيوط. وبكده بدأ أماليا مشروعنا الصغير عن تراث مصر. ابتدى يكون المنتج جاهز بعد تعب ومجهود وتقفيل وخياطة علشان نطلع أجمل الأشكال، سواء بتعبر عن مصر، النوبة، سيوة، كاترين، شمال، جنوب. بصوا ده المنتج ده مصنوع على النول من القطن، بحيث ان احنا يبقى عندنا رنر او خدادية جميلة جدا ومن القطن المصري. بصوا الكليم، اخترنا اشكال والوان وابتدينا ننفذها، طلع اجمل واجود انواع الكليم، في قطن وفي صوف. وفي نفس الوقت قدرنا نعمل خداديات من النول. بصوا التطريز اليدوي، بصوا الايدين اللي بتشتغل. بنروح المعارض نعرض على الناس شغلنا، بنوريهم جمال المنتج المصري وان احنا نقدر نتحدى العالم بيه. بيعبر عن ريف مصر. بصي لما تلبسي شال من مصر بيقولك حكاية مصر، نخلها ونيلها وأرضها. ده سيوة، تطريز الجميل اللي من سيوة. بصوا ده خيامية، تحفة فنية من الطيور والورود. ده رنر معمول على النول، بيتفرش على السفرة أو السرير، وده منسوج بالخيوط بالإيد مع الخدديات. فعلا بيتنا هيبقى بهجة. سيدات مصر اللي من النوبة، دي الأيدين الشغالة، دي الناس المكافحة اللي بنحاول نساعدهم ونوصل المنتج للإبهار ألوان وسحر. أماليا دايما هتبهركم ونصنع لكم البهجة.